كتظن باللي غير 22 لاعب كيجاو مع الكرة؟ واش عارف باللي كاس العالم واحد كيدوز مليار ديال الدولارات، سواء من الاشهار ولا النقل التلفزيوني والرعاة. وهنا الكرة ما بقاتش رياضة، الفيفا ولات مؤسسة عندها تأثير عالمي، كتجمع السياسة الاقتصاد والاعلام في بلاصة واحدة. ولكن وسط هاد النفوذ كامل خرجوا فضائح، اتهامات بالفساد ورشاوي هزات العالم كامل. واليوم غادي ندخلوا للعالم الخفي ديال مافيا الفيفا ونشوفوا شنو واقع فعلا مورا الستار. الفيفا ماشي غير هيئة كتنظم كرة القدم، هي مؤسسة عندها واحد النفوذ اللي عالمي. فاش كتشوف الرئيس ديال الفيفا كيجلس مع رؤساء الدول والملوك، خاصك تعرف ان كرة القدم ولات لغة كيهضر بها العالم كامل. حقوق البث، الاشهارات، الرعاة وكؤوس العالم كلها كتدور فيها مليارات الدولارات. ولكن السؤال اللي كيطرح راسه هو واش هاد الثروة كاملة كانت كدار بشفافية، ولكن الملفات صفقات وفضائح بقاو سنوات مخبين على انظار العالم. واليوم غادي نفتحوا هذا الملف من البداية حتى النهاية. في ماي 2015 فندق فاخر بمدينة زيورخ، فجأة الشرطة السويسرية بالتنسيق مع السلطات الأمريكية كتدخل وكتبدا أكبر حملة اعتقالات عرفتها تاريخ كرة القدم. الاتهامات كانت ثقيلة، رشاوي، غسيل الأموال وفساد في الصفقات، مرتبطة بحقوق البث وتنظيم البطولات. داك النهار العالم كامل بدا كيسول واش اللي كنا كنشوفوه فوق التيران هو الحقيقة كاملة ولا غير الواجهة. بعدها طاحوا أسماء كبيرة بحال بلاطير، ميشيل بلاتيني. ولكن السؤال اللي كيبقى مطروح حتى اليوم هو واش تبدل النظام فعلا ولا غير تبدلات الوجوه. ولكن دابا كنوصلوا للسؤال اللي كيقسم الآراء الملايين: واش الفيفا كتكون محايدة ديما؟ في المنطق التجاري أي سيناريو فيه نجوم كبار ومباريات تاريخية كيجلب المشاهدات أكثر ورعاة أكثر ومداخيل أكبر. ومن هنا كيبداو يتولدوا الشكوك: واش الضغط الإعلامي وطريقة السير وبعض القرارات التحكيمية كتكون ديما بعيدة على أي تأثير، ولا المصالح الاقتصادية كتقدر أحيانا تلعب الدور ديالها؟ ما كاين حتى شي دليل قاطع كيأكد وجود تلاعب ممنهج في النتائج، ولكن الجدل ما عمرو سالة، خصوصا مع بعض القرارات اللي بقات كتقسم جماهير الكرة حتى اليوم هذا. السؤال الحقيقي هو فين كيسالي الخط الفاصل بين الخطأ البشري وبين المصالح. المرة الجاية ملي تفرج في ماتش وتشوف قرار تحكيمي كيخليك تستغرب، ما تستعجلش في الحكم. في كرة القدم اليوم ما بقاش غير 22 لاعب، وكرة ولات صناعة كتدور فيها مليارات ديال الدولارات، وقراراتها كتشد اهتمام العالم كامل. ولكن واش كلشي كيوقع غير بالصدفة ولا كاينين مصالح كتأثر على المشهد؟ هاد السؤال مازال كيقسم عشاق كرة القدم حتى اليوم. ودابا الدور عليك، شنو كتشوف انت؟ واش الفيفا غير منظمة كتنظم كرة القدم ولا النفوذ ديالها ولا كبر بزاف من مجرد رياضة؟ خلي لي الرأي ديالك في التعليقات، وما تنساش دير متابعة وتشارك في القناة، حيت في الجزء الثاني غادي نهضروا على ملفات وفضائح أخرى هزات عالم كرة القدم.